السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الناشف بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هنعمل ب3 كوبايات دقيق رقاق يكفي معاكي صينية كده محترمة، وتقدري تعمليها بكل سهولة وانتي موفرة جدا. طبعا الرقاق من اهم وصفات العيد. يلا بينا مع بعض نشوف ايه هي طريقتنا. اول حاجة انا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق ورشة من الملح، هديهم تقليبة بسيطة جدا كده مع بعض. وعندي هنا نص كوباية من الحليب، والحليب هنا اختياري في الوصفة دي. حبيت المرة دي اغير بس واعجنه بحليب مع المية، وطبعا تقدري تستبدليه بمية، يعني كل خليط السوائل تقدري تضيفيه مية وبس. انا حبيت بس اجرب اضيف عليه الحليب بدل المية علشان اديله كده يعني ايه، يبقى غني شوية او يكون ايه، في نكهة مميزة شوية. ولكن لما عملته يعني ما كانش في فرق كبير بينه وبين اللي عجنته قبل كده معاكم بالمية. تمام، تقدري تعملي المقدار كله ميه او بنص حليب ونص ميه. خلاص ضفت هنا عندي نص كوبايه الحليب، وطبعا احنا بنضيف السوائل بالتدريج وبنبتدي بقى نعجن العجينه بتاعتنا. ضفت كل نص كوبايه الحليب، طبعا الحليب مش دافي ولا سخن ولا اي حاجه. وبعد كده ابتديت اضيف الميه بتاعتي، كل ما بتحتاج معايا العجينه بضيف لحد ما تتكون عندي عجينه. طبعا اخدتها على الرخامه او على الترابيزه اللي انت شغاله عليها، وتبداي بقى تعجني فيها كويس جدا لحد ما تتكون عندك عجينه. العجينه بتكون يعني ماسكه نفسها شويه، ما بتكونش ملزقه ولا طريه، بتكون ماسكه نفسها علشان الرقاق يبقى معاكي مظبوط وناشف لما تيجي تسويه. خلاص ابتديت هنا اقطع العجينه او اقسمها كده زي ما انتم شايفين، يعني احجام متساويه. طبعا بنقسم على حسب الصينيه اللي احنا هنستخدمها في عمل صينيه الرقاق. تمام، يعني لو عامله صينيه كبيره كده تقدري تكبري حجم العجينه بتاعتك. بعد ما قطعتها ابتديت بقى ايه، اقطعها كده كور. طبعا انا ما ريحتش لسه العجينه خالص، بعد على طول ما عجنتها عملتها رول وقسمتها زي ما انتم شايفين، وهعملها كورات كده. وعلى صينيه مدهونه بالدقيق او مرشوشه برشه من الدقيق زي ما انتم شايفين، رشه كويسه كده. هبتدي ارص العجينه بتاعتي او كرات العجينه كده. كورت كل كميه العجينه بتاعتي وعملتها كرات كده يعني متساويه. هبتدي بقى اغطيها. في المرحله دي لازم طبعا نريح العجينه، هي بدون تخمير او اي حاجه، بس لازم نريحها علشان نقدر نقطعها ونفردها بسهوله. بكيس تلاجة او بفوطه مطبخ زي ما تحبي، وتبتدي تغطيها كويس جدا عشان ما تنشفش معاكي. وسيبيها بقى من نص ساعه لساعه الا ربع. هنحتاج بقى عشان نفرد الرقاق بتاعنا، طبعا انا هنا كنت ريحته حوالي نص ساعه، نص كوبايه كده من الدقيق. وهبتدي بقى ارش على الترابيزه او على الرخامه اللي انا هشتغل عليها كميه وفيره كده من الدقيق علشان ابتدي افرده كويس قوي. جبت كوره كده من العجين وهبتدي افردها معاكم. هرش على الوش دقيق برضو، وهبتدي بقى افردها بالنشابه اللي انتوا شايفينها، او بالنشابه الكبيره المفروده دي. انا استخدمت النشابه الصغيره في الاول، وبعد كده استخدمت الكبيره اللي قدامكم. هبتدي كده افرده كويس جدا. اهم حاجه نرقرق العجينه بتاعتنا. الرقاق يعني لازم يكون رقيق خالص، ما ينفعش يكون تخين ابدا، علشان لو ما بتيجي تعملي صينيه رقاق بيبقى الرقاقه تخينه، وطبعا مهما هتشربيه شوربه او سوائل او سمنه مش هيتشرب خالص وهيطلع ناشف معاكي. خلاص، يعني مجرد ما تلاقيه شفاف في ايديكي كده وايديكي باينه من تحت او الحاجه اللي تحتيه باينه، تعرفي انه تمام. شايفين دي المرحله المظبوطه جدا للرقاق، شفاف كده ومبين اللي تحت، يعني خلاص يكون هيتخرم معاكي. تمام، هعمل كمان واحده معاكم. هاخد كده رشه من دقيق كويسه كده من فوق ومن تحت، واقلبها على الجهتين. على النار بقى حطيت صاج الفرن مقلوب، وابتديت بقى انزل بالرقاقه بتاعتي. النار هنا عندي هاديه خالص او متوسطه، يعني مايله للهادي. وابتديت احط الرقاقه. طبعا بمجرد ما يتشمع لونه كده زي ما انتم شايفين يتغير، ابتديت اقلبه على الجهه التانية. ما بياخدش وقت طويل خالص، يا دوب دقيقه، وبعدين على طول على الرخامه، ونسيبه بقى في الجو علشان يقرمش وينشف معانا. حطيت واحده كمان على النار هاديه، وبحطه بمجرد ما يتشمع كده ويتقلب معايا بسهوله بقلبه على الجهه التانية. هنا كنت سويت الرقاق كله وهسمعكم صوته حالا، يعني ابين لكم قد ايه الرقاقايه رقيقه جدا ومقرمشه خالص. تمام، هسيبكم مع الصوت هنا. بصوا هنا شكله بالظبط زي الرقاق اللي بنجيبه جاهز تماما، مفيهوش اي فرق. لا، في كمان عملنا كميه كبيره ب3 كوبايات دقيق وبس. بصي بقى القرمشه هنا،
بصي مقرمش ورقيق وتحفه جدا. شايفين رقيق جدا. اهو. وادي اقرب عليكم كمان تشوفوا الرقايه رقيقه ازاي، زي بالظبط اللي بنجيبه من بره. عملت هنا بيه صينيه رقاق باللحمه، وقطعت صوابع بالشكل ده. وده كان فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط، اتمنى يا رب تجربوه ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.